يلا نصلي على الحبيب، وما تنسوناش كده تدعمونا بلايك وتعليق جميل يطيب خاطرنا في كل حاجة بنقدمها لكم. انا جبت فرخة كده مغسولة كويس، منقوعة ومشطوفة بمية وحلوة كده. وبعدين جبت بصلاية متقطعة مكعبات صغننة، وبعدين حطيت عليها ملح وفلفل اسود، وغمرتها كده في الفرخة زي ما انتوا شايفين. ويا ريت نسيبها ربع ساعة بالتتبيلة الجميلة دي علشان تطر أنسجة الفرخة وتشرب من طعم التتبيلة، ويبقى طعمها خطير جدا. حطيتها في مية سخنة على النار، ملح وفلفل اسود حبهان، وسبتها تستوي. تعالى اقولك بقى على طريقة حلوة جدا لشوربة هتعمليها. طبعا انت عندك شوربة الفرخة مش هنشربها سادة كده، لا، انا هقولك بقى على طريقة حلوة جدا وطعمها خطير. بس يلا خليكم معايا للاخر وشوفوا بقى الطريقة الجميلة دي. بصلاية متقطعة مكعبات صغيرة، هنحطها في معلقة سمنة كده على النار، نفضل نقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. بعدين هجيب الكبدة والقمص هقطعها قطع صغيرة واديلها تشويحة مع البصلاية وملح وفلفل اسود، واسيبهم ياخدوا نص تسوية. هنجيب بقى معلقة سمنة نحطها على النار في حلة، ونجيب شوية رز مغسولين هنديلهم تحميرة حلوة. وبعدين هنجيب بقية الرز المغسول، انا عملت حوالي كوبايتين من الرز. وبعدين حطيت الرز الابيض مية مغلية، ملح وشوية فلفل اسود صغيرين، وسبت الرز بقى ايه يستوي كده مع نفسه. طبعا لما الكبدة اتشوحت مع البصلة حطيت نص فلفلاية صغيرة مكعبات، واديلها التشويحة كده كمان مع بعضها. وسبت بقى الفرخة استوت كده زي ما انتوا شايفين، وطلعتها من شوربتها علشان هنحمرها دلوقتي مع بعضنا. بعدين جبت طماطمية مكعبات صغيرة وحطيتها على الكبد كده. يا جماعة قولوا لي أنا عملت الطريقة دي ليه؟ لأن الكبدة مع الشوربة بتدي زفارة للفرخة وهي بتستوي. حاولوا دايما ما تحطوش الكبدة تستوي مع الفرخة علشان بتخلي الشوربة طعمها مش حلو أو ريحتها مش حلوة مهما كانت مغسولة. بعدين جبت بطاطستين مكعبات كده قطعتهم، بطاطستين قشرتهم وقطعتهم مكعبات، حطيتهم مع الكبد والقوانص كده وزودتهم شوربة من شوربة الفرخة، وسبتهم بقى ياخدوا غلوة مخدوش معايا ثواني. وبعدين جبت سمنة، زبدة على سمنة عادية، الميكس ده بيدي طعم حلو جدا في تحمير الفراخ، زي أكنك بتحمري بسمنة بلدي صافي. وحمري بقى الفرخة كده زي ما انت شايفة. وبعدين الشوربة استوت معانا وغرفتها بقى بالشكل ده كده. يا جماعة مش عايزة اقول لكم على ريحتها خطيرة وطعمها حلو جدا. من كتر حلاوة وريحة الاكل الولاد ما كانوش قادرين يستنوا اكتر من كده. بس برضو حبيت ان انا اكمل معاكم للاخر. الرز طلع معانا مفلفل بالشكل الجميل ده. الشوربة طلعت معانا خطيرة يا جماعة، جربوها والله هتعجبكم. ويلا دعموني بلايك وتعليق يكبر بخاطري. يا رب يكبر بخاطر كل الناس وكل المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.